ينفع اكرر العمره في سفريه واحده، اسمها منطقه التنعيم. لكن المسجد الرائع اللي انتوا شايفينه ده مسجد السيده عائشه. لما بنيجي نعمل عمره ونكون في مكه وعملنا العمره وعايزين نكرر العمره، يقول لك روح التنعيم، احرم من التنعيم. فين التنعيم؟ هي دي منطقه التنعيم، وهو ده مسجد السيده عائشه اللي بنيجي نحرم منه. الكلام كتير، هو ينفع اكون في مكه واروح التنعيم السيده عائشه احرم وارجع تاني؟ ودي كانت خاصيه للسيده عائشه قالها سيدنا النبي، ولا لازم اروح ابيار علي؟ يا جماعه ان الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. حضرتك عملت العمره وانت جاي من القاهره احرمت في الطريق، او انت جاي من المدينه احرمت من ابيار علي، عمرتك صحيحه. طب عايز اكرر العمره، عايز اعمل عن ابويا، عن امي، عن اخويا، عن اختي، عن حد من الاموات، ينفع اكرر العمره في سفريه واحده؟ اراء مختلفه. عمره في سفريه واحده مش اكتر من كده. راي تاني يجوز ان انا اعمل عمره وبعدها ب3 ايام احرم العمره الثانيه. وراي ثالث قال لك عدد العمرات ان شاء الله في اليوم الواحد اكتر من عمره. ما تشددوش على نفسكم، ربنا يسر علينا وانتوا كمان يسروا على نفسكم. تعالوا هنا التنعيم، هنا في مسجد السيدة عائشة، احرموا بالعمرة واعملوا العمرة، وربنا يتقبل منا ومنكم، يجمعنا في الدنيا في بيته على طاعته وفي حرمه وفي روضة حبيبه، وإن شاء الله يجمعنا في الآخرة مع سيدنا رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. تقبل الله منا ومنكم.